السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعيني، يا رب تكونوا بخير وأفضل حال. ازيكم حبايب قلبي؟ كل سنة وانتم طيبين، وصيف جميل عليكم إن شاء الله، وصيف سعيد عليكم إن شاء الله. طبعا بما إننا في الصيف بقى وروايح الصيف وجمال الصيف كده، بيحب الحاجات اللي هي الخفيفة. بيحب بالليل كده في العشاء تجيبي قرص من بتاع الفرن ديت. كانت محشية كانت سادة. تغمسيه كوباية شاي، كوباية حليب. يعني بصي لو هتاكليها حاف تبقى جميلة جدا جدا، وحاجة جميلة وحاجة طرية وهشة وجميلة، وطعم طبعا ومفيدة جدا ومغذية كمان، لانك هتشوفي كل حاجه وكل خطوه فيها دلوقتي، وهتشوفي المكونات والمقادير اللي احنا حطيناها فيها. حاجه كده جميله وفاخر من الاخر، حاجه كده عسل عسل عسل. ان شاء الله هتعجبكم، ان شاء الله هتعملوها وتأدمنوا عليها وتعملوها على طول، من غير صيف وشتاء، في كل وقت هتعملوها ان شاء الله. حتى كمان تنفع للمدارس وكل حاجه، يعني ما شاء الله في اي وقت ممكن تعمليها وتنفع معاكي في جميع الاوقات وجميع المناسبات. ان شاء الله هتعجبكم والفيديو هيعجبكم. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا هنسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا معايا 2 كيلو دقيق زي ما انتم شايفين كده، جبتهم ونخلتهم في العجان، وحطيت عليهم نص معلقه ملح زي ما انتم شايفين بعد ما نخلتهم في العجان. وبحط عليهم بقى نص كيس بيكنج باودر، وثلاث معالق سمسم زي ما انتم شايفين كده، ده سمسم ابيض عشان ما يغمقش العجينه بتاعتنا. معايا 3 معالق سكر. بقلب كل النواشف دي مع بعضها، كل المقادير الجافه دي بقلبها مع بعضها زي ما انتم شايفين كده، وانا حطاها في العجان. ما عندكيش عجان عادي جدا هتعجنها بايديك وكل حاجه، مفيش اي مشكله. بس العجان بيسهل كويس جدا وجميل جدا. وعلى فكره هو ده يعني المطبخ بحاله، هو العجان ده هو المطبخ. طبعا ال2 كيلو دقيق بحط عليهم 2 مج من ده زيت على سمنه. اهم حاجه عشان القرص تبقى خفيفه، حطي زيت على سمنه. تمام، انا حاطه زيت على سمنه، ممكن الافران يحطوا زيت بس. انا بعملها زيت على سمنه، بتبقى جميله جدا، خفيفه وفي نفس الوقت مغذيه وجميله ومفيده جدا. طبعا انا معايا الخميره ديت خميره بيره مش خميره فوريه، بجيبها زي ما انتم شايفين كده حوالي 50 جرام. تمام، ال2 كيلو بحط عليهم 3 معالق حليب دافي، وبقلبهم وبسيبهم. تمام، بجيب بقى العجان بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. حتى لو مش العجان هتبسي العجينة، هتخليها تبسيها على ايديكي، هتدعكي العجينة المواد الجافة بالسمنة اللي انت حطيتيها على الزيت، وتقلبيها تبقى عاملة زي الرملة كده، رملة زي الرملة كده، بتتبس بتبقى زي الرملة. انا طبعا شغلت عليها العجان لمدة 5 دقايق على سرعة خفيفة جدا، علشان العجين والدقيق مع السمنة على الزيت مع المكونات اللي احنا حطيناها تندمج مع بعضها، وهتبقى عاملة زي الرملة كده ومبسوسة. هتشوفوها، بصوا اهي، بصوا عاملة ازاي. ادي كده ده اول خطوة في نجاح العجينة بتاعتك والقرص بتاعتك. بصوا عاملة زي الرملة كده، زي الكسكس كده بالظبط. تمام. الخطوة التانية بقى، اول حاجه هنعملها، انا طبعا عندي الحليب الدافي، ممكن تعملها بميه مفيش اي مشكله خالص، بس انا عشان عايزه حاجه مغذيه ومفيده لاولادي انا بعملها بالحليب. معايا ال2 كيلو بحط عليهم 2 كيلو دقيق، بحط عليهم مجين 2 زبده، بحط عليهم 3 مجات حليب. تمام، وممكن 3 مجات ميه مفيش اي مشكله خالص، بس بيكون دافي. الميه بتكون دافيه مش سخنه، لا دافيه بسيط كده بس. تمام، بتكون الخميره بتاعتنا اختمرت، يعني عملت لها اختبار واختمرت كده في المج بتاعنا، وبنزل كمان بالخميره بتاعتنا، واشغل العجان بقى على سرعه خفيفه في الاول. وبعد كده اول ما بلاقي العجينه تقلت على الكف بتاع المضرب، بعلي درجه الحراره درجه السرعه واحده واحده. تمام، ما بتاخدش في ايدك 10 دقايق عجين، ما بتكملش 7 دقايق كمان. بص العجينه بتاعتنا مفتحه وجميله ازاي، بصوا، وجميله، طريه حلوه جميله في ايديكي كده، تشكليها زي ما انت عاوزه. هي ده القرص بتاع الفرن بالظبط. طبعا معايا صينيه بقى، بجيب الصينيه بتاعتي وبقسم العجينه بتاعتي زي ما انت حابه، عايزاها صغيره عايزاها كبيره عايزاها وسط. انا عملتها بصراحه زي بتاعه الفرن بالظبط، اللي هي المعقوله، ولا صغيره ولا كبيره، المعقوله. باعمل بقى كده، باوزن بقى على قد إيدي يعني كده، أنا مش باوزن ولا حاجة، بس أنا باخدها بالويم كده، وباجيب الصينية مش بادهنها أي حاجة، لأن طبعًا العجينة فيها سمنتها وفيها زيتها وفيها كل حاجة، مش هتلزق معانا ولا أي حاجة خالص. تمام،
باقوم عاملاها بقى زي ما أنتم شايفين كده، باشكلها واقوم حطاها في قلب الصينية، ويا دوبك تكة بسيطة بصوابعي، تكة بسيطة خالص، بتقوم يعني تفردها بس سنة كده بس. وباسيبها بقى، باعمل كل الصينية، باعمل كل الكمية زي ما أنتم شايفين كده، واسيبها لحد ما تخمر، تمام، ولحد ما تضاعف حجمها يعني تخمر. يعني على ما باخلّص بقية الكمية بابدأ أسوي اللي أنا عملته في الأول، تمام. أنا باعملها زي البُقرة كده صغيرة، هي بتبقى أقل من البيضة، يعني قد البيضة البلدي كده، يعني الكُرة اللي أنا باعملها قد البيضة البلدي. بُصّوا لمّا خمرت بقت عاملة إزاي، خمرت والخمر بتاعها عمل إزاي، تضاعف حجمها طبعًا. باجيبها وادخّلها الفرن من غير ما أدهنها أي حاجة خالص. بابدأ بقى الصينية اللي أنا عاملاها في الأول، باخدها أول بأول كده، اللي معمول في الأول بالأول، وادخّلها الفرن زي ما أنتم شايفين كده. بُصّوا بقى، والفرن يبقى إيه، باشغّله على درجة حرارة 180 من تحت وفوق، تمام. أخلّي يتسوّى تحت، وبعد كده أطلّع إيه لفوق يضبّط الوش كمان، تبقى طالعة كلّها جميلة زي الأفران بالضبط، وجميلة جدًا وتحفة جدًا. لو أول مرّة تتابعوني اكتبوا لي بتتابعوني منين، وحطّوا لي لايك جميل كده، وعلّقوا لي بقى تعليق حلو محفّز منكم إن شاء الله، ودعوة منكم لو الفيديو عجبكم. ويا رب أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، وربنا يحسن ما بين إيدينا وإيديكم إن شاء الله. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بلايك وتعليق محفّز إن شاء الله. بُصّوا القرص، بُصّوا جميلة وهشة وجميلة جدًا، جدًا، وطعمها بجد وريحتها جايب آخر الدنيا. اعملي في بيتِك القرص الخمرة، القرص اللي هي بتاعة الأفران، الكماج، أي اسم بتسموه، هي قرص الأفران الجميلة ديّة، والريحة بتاعتها والسمسم وطعم وريحة جنان. واملي بيتِك خير إن شاء الله. الفيديو هيعجبكم، وإن شاء الله طريقتي تعجبكم، وربنا يحسن ما بين إيدينا وإيديكم إن شاء الله. ويا رب أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. بُصّوا الجمال، بُصّي التسوية كمان. انتظروا الفيديو القادم إن شاء الله، في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.